السلام عليكم. عواشركم مبروكة وتحية طيبة لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا على قناة لطيفة وبناتها. اليوم إن شاء الله باقتراب عيد الأضحى المبارك جينا نشاركوا معاكم هاد الخبز ديال العيد أولا ديال المناسبات. كيجي مفشفش فحال القطن، كيجي مذهب، كيجي غزال بزاف. هاد الخبز هذا عندنا معتمد في الأعياد وفي المناسبات الخاصة، او لا تحضري غير في البيت ديالك. كيجي بنين بزاف هاد الخبز هذا. دائما الناس اللي كيشوفوا القناة لأول مرة يعني فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، هيدا يوصلكم المزيد من الفيديوهات ديالنا وتشجعونا بدورنا كذلك على اعطاء المزيد. والناس اللي ديجا مشاركين في القناة دائما لكم منا كل الحب والتقدير. خليكم مع المقادير وطريقة تحضير هذا الخبز هذا. بالنسبة لعجن هاد العجين هذا غادي نحتاجو اول حاجة غادي نقول لكم المقادير ديال الطحين. هنا درت 4 ديال الزلايف ديال الطحين الفرص، نوع جيد دقيق ديال الفرص، وعملت 2 ديال الزلايف ديال الفينو، يعني السميد الناعم ديال الفينو. غادي نزيد معلقه ديال السكر، اي نوع ديال السكر، انا كنفضل نستعمل هذا الاسمر. 4 المعالق كما كتشوفوا ديال الحليب، عندي هنا زنجلال وحبه حلاوه. هذه كتبقى اختياريه، الا كنتو كتعجبكم الخبز تجي من السما عملوها، ما كنتوش كتفضلوا هتجي من السما بلا ما تعملوها، كتبقى مرحله اختياريه. 2 كواتر الزبده كبار ما يعادل 50 غرام، وعندي ملعقه كبيره ديال الخميره ونصف على حسب الجو. حنا عندنا الجو شويه بارد، عملت ملعقه كبيره ونص، وإلا كان الجو سخون اكتفيو غير بملعقه كبيره كتكون كافيه. هنا غادي ندير 4 المعالق صغار كبار ديال الزيت، اي زيت، زيت نباتيه، زيت العود، اي زيت نتوما كتستعملوا في المطبخ ديالكم. ماء دافئ. انا اليوم ان شاء الله غادي نعجن في العجانه، ولكن اللي كيستعمل اليد حتى هي كتجي مزيانه. صافي هنا كنعمل العجين ديالي في العجانه يتعجن، وملي كنشوف هاد تلكت شي شويه كنبقى نزيد ديك الزبده، ضروري تكون بحراره المطبخ وتكون على شكل بوماد باش تدخل في العجين ديالنا. وهاد الزبده اللي كنزيدو في هاد المرحله هي السر الخطير في هاد الخبز هذا، باش كيعطيه ديك التفشفيشه وكيجي ديك الخبز رطاب وغزال في المذاق. صافي هنا كنزيد ديك الزبده اللي شاركت معكم 50 غرام ديال الزبده، ولا تمن 2 معالق كبار د الزبده بحراره المطبخ، كنزيدهم على دفعات. والقوام ديال العجين ما خصوش يجي ثقيل ولا خفيف بزاف كما عاد تشوفوا، كيجي عجين مطاطي بحال اللي كتشوفوا معايا، كيلتصق باليد ديالي باش كنقيس في اليد ديالو كيلتصق، يعني بمساعده شويه ديال الزيت باش نشكلوا هذا العجين هذا. هنا كنغطي العجين ديالي بواحد بلاستيك غذائي وكنخليه يتضاعف الحجم ديالو او لا يختمر، يعني على حسب الجو اللي عندكم. الا كانت الحراره دغيا يطلع معكم، وإلا كان البرد راه كيتعطل شي شويه اكثر. صافي هنا بمساعده شويه ديال الزيت باش ما يلتصقش معايا العجين ديالي، كنبقى نشكل في الخبيزات ديالي. بالنسبه للخبز عملوا الحجم اللي كيعجبكم. انا درت الا بغيتو يجيوكم صغار عملوا 120 غرام في كل وحده، كيجيو خبيزات تيتوين متولين بحال اللي كيتباعوا في المخبزات. وإلا عجبكم حجم اكبر ولا متوسط ممكن كذلك، هذاك الشيء كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. صافي هنا بمساعده واحد باليد ديالي كنجبد ديك العجين كامل وكنبقى نقرص في الخبيزات ديالي. انا قلت لكم غنعملهم في حجم يعني صغيورين، كيجيو بحال اللي كيتباعوا في المخبزات، والحجم كيرجع لكم واللي كيفضل شي حجم يعملو. انا بالمساعده شويه ديال الزيت، غير نسبه قليله ديال الزيت، غنقرص هذا الخبز هذا ونعملو في الصينيه ديال الفرن اللي فيها
طابي سور في لي زيب باش من الاحسن هذا الخبز هذا ما يتحركش من بلاصتو، يعني ماشي نقرصوه في شي بلاصه ونهزوه عاد نعملو في الفران. من الاحسن الصينيه اللي عاد تدخل في الفرن هي اللي تقرصوه فيها وتخليوه يختمر فيها، وباش كتجي نتيجه احسن وافضل بحال اللي شفتو معايا. الطريقه ديال التقراص اللي كيرتاح في شي طريقه يعمل، انا دائما كنعمل هاد الطريقه هذه عندي معتمده، والفكره كيف ما كتشوفوا راها واضحه. يعني نشكلوا كويرات ونخليوهم في الصينيه يختمروا. وبالنسبه للتقراص هذا الخبز اللي كيعجبوا يديروا بالنخاله يديروا، اللي كيعجبوا يدير في الدقيق الفينو ولا السميد ولا الفورس. يعني التزيين او التقراص كيرجع ليكم، اللي كتعجبوا شي حاجه يقرص بها يقرص بها. غير هو هذا البيض والزنجلال كيجيو فنين في المنظر ديالهم، وفي المائده ديال العيد اولا في المائده ديال اي مناسبه غنحضروا هذا الخبز هذا كيجي يعني افضل بهذا. انا استعملت هنايا في الدهن ديالهم بيضه كامله ومعلقه كبيره ديال الصوجه. كذلك بامكانكم تدهنوهم بالحليب اولا ديروا بيضه مخلطه مع الخل اولا بيضه مخلطه مع الحليب، اولا غير اصفر بيضه مع شويه ديال الخل حتى هي كتعطي نتيجه غزاله. انا هنا درت بيضه كامله وشويه ديال الصوجه وعندها هذا الخبز هذا كامل. يعني أنا الكميه اللي شاركت معكم عطاتني 22 خبزات تيتوين، يعني تبارك الله كتعطي كميه كبيره. صافي هنا بواحد الموس يكون حاد، ضروري يكون حاد. انا كنستعمل هذا الكوتور عندي خاص بالمطبخ، كنستعملو بحال هاد الوصفات هادو. وصافي كنبقى نشكل الخبيزات ديالي، كنعمل هاد العلامه ديال زائد، ومن بعد كندهنهم بالبيض ديالي. البيض مع الصوجه انا سبق لي وقلت لكم، وكنخليه ضروري يضاعف الحجم ديالو المره الثانيه. راه ما كياخدش وقت طويل يعني في المرحله الثانيه، 10 دقائق ربع ساعه، وخاصه اللي كان عندكم الجو سخون راه دغيا كيتضاعف الحجم ديالو. والفران ضروري يكون سخون مزيان، اقصى درجه عندكم الفران يعني كلها، والفران ديالو تكون درجه مرتفعه بزاف. يعني انا كنعملو الماكسيموم 200، كنعمل 200، واللي عنده الفرفره الفوق والتحت والفرفره يعني كنشعل الفوق والتحت والفرفره. يعني هذا هو الطوبي ديال الفران ديالي، وما كيتعطلوش بزاف في الفرن، تمن 10 دقائق ربع ساعه على الاكثر كيكونوا واجدين. وما نتعطلوش بالخبيزات ديالنا بزاف في الفران باش ما ينشفوا معنا وما يجوش مفشفشين ورطبين كيف ما شفتوا معايا. ياخذوا ديك اللون الذهبي كيكونوا واجدين معنا. هنا كنرش جميع الحبات بالزنجلال. انا استعملت الزنجلال الرومي، هذاك الزنجلال الابيض انا في نظري كيعطي نتيجه افضل في الفرن. يلاه كيتحمر مع الخبز وكيعطي ديك اللون الذهبي كيجي غزال في المنظر. ولا توفر عندكم الزنجلال البلدي حتى هو ممكن تستعملوه، يعني ما كاين حتى شي مشكل. صافي هنا غادي نخلي الخبز ديالي يختمر حتى تشوفوه طلع على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. انا كان عليا نفرقهم شي شويه ولكن ماشي مشكل، ملي يختمروا لصقوا مع بعضياتهم شي شويه ولكن ماشي مشكل. صافي هنا ملي كنقيس باليد ديالي وكنحس بهم متفخين وخامرين كيكون الفران عندي مسخن مزيان، وكنحشيهم في الفرن ديالي تيتحمروا وكنخرجهم. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا الخبيزات في الفرن. نتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو كيشهيو، كيجيو غزالين. هاد الخبيزات هادي تحرض دريهم في الاعياد في المناسبات، يعني في جميع المناسبات كينفع هاد الخبز هذا. وكيجي راقي، كيجي بحال اللي تقول شاريه من المخبزه، ما تقولش مصغبه بيدك في الدار ديالك. كيجي مفشفش بحال القطن رطب. نتمنى تجربوا هاد الوصفه هادي، وانا متاكده لا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم. دائما الناس اللي كيشاهدونا لأول مرة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، هيدا تشجعونا على إعطاء المزيد. الناس اللي مشاركين في القناة دائما لكم منا كل الحب والتقدير. إلى هنا خوتي كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم الوصفة ديال اليوم، وعواشركم مبروكة،
وإلى فيديو قادم إن شاء الله.